ليه؟ ليه والله ليه؟ الناس اللي بتقعد تبحث عن سيليا قبل الحجاب السيرش مكتوب في سيليا قبل الحجاب. انا كل اللي هقول لكم كده هي كلمه واحده بس: اتقوا الله. اتقوا الله. ما عندكوش عيال اتحجبوا قبل كده؟ ما عندكوش بنات محجبين قبل كده؟ البنت تابت الى الله ورجعت لربنا ورجعت لربنا واتحجبت. ليه تبحثوا عنها قبل الحجاب؟ ده يرضي ربنا؟ والله العظيم ما يرضي ربنا. لو انت عندك اخت بنت، لو انت عندك اخت بنت، لو حد عنده بنت يتمنى يبقى يعمل كده. البنت الحمد لله رجعت لربنا واتحجبت، وكانت بتتكلم معايا في ان هي تختمر، وبعد الخمار ان شاء الله هنخش على مرحله النقاب. ازاي تعملوا كده؟ يعني انت المفروض بعد كده لما تلاقوا واحده ربنا كرمها واعتدلت وظبطت حالها، ما ينفعش تدوروا على اللي فات، لان اللي فات مات، واللي مات عاد، واللي كله كلها اشاعات. كلها اشاعات. هي ولا اتحجبت ولا اتهببت زي ما انتم شايفين. بس اتقي الله فينا واتقي الله في نفسك. انا كأب دوري ان انا اساعدك على الحجاب، بس انت مش جايه معايا وانت مش عايزه شكلك تتحجبي وعايزه تفضلي طول عمرك كده، فده خيالك. سيبك انت بخيالك. او ممكن في حل تاني ان امها ملبساها برضه طرحه مش مناسبه. دي طرحه ما تلبسهاش اطفال ولا يلبسوها كبار. ايه ده؟ انا غلطان. طرحه تركواز؟ انا غلطان. دي تركواز. امال دي ايه بقى؟ دي ايه بقى؟ دي توبي. دي توبي. توبي الى اورنج الله. دارك. توبي الى الله. انتوا حرين. اللي انتوا شايفينه غلط اعملوه. ماشي. تبحثوا عن البت وهي قبل اتقوا الله. البتاع ما ينفعش خلاص، عشان بعد كده هي اهي البت نفسيتها باظت بعد الشر وقلعت الحجاب خالص بسبب كلام الناس، لان احنا شعب ما بنسيبش حد في حاله، ولا بنسيب حد في حاله ولا حد في حاله، وكل واحد هيتحاسب على فعله وعلى الجريمه اللي هو عملها في حق المجتمع. واذا يعني الحمد لله على كل حال، وربنا يسهل ان شاء الله، وباذن واحد احد ان شاء الله يبقى يعني اتقوا الله.